انت عقيمة، يعني مش ست كاملة. الكلمة نزلت عليا زي السكينة، وانا شايفة جوزي واقف قدامي بكل برود، ولا كأني مراته ولا عشرة عمره ولا حتى بني آدمة. لسه بحاول استوعب الصدمة، سمعت صوت اخته من ورايا وهي بتضحك عليا وبتقول: والله كويس انك عرفتي من بدري، بدل ما تفضلي فاكرة نفسك ست. وفي ثانية الألم نزل على وشي قدام العيلة كلها. كنت واقفة وبتمنى الأرض تنشق وتبلعني، لكن فجأة وأنا ماسكة موبايلي لمحت رسالة جاتلي على الموبايل من الدكتورة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا من القصة اللي فاتت، والنهاردة جاية لكم بقصة حقيقية لكن جميلة جدا، وإن شاء الله تعجبكم. بس في البداية صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ قصتنا. أنا هالة، بنت عادية من بيت بسيط. والدي كان موظف على قد حاله، ووالدتي ست بيت شايلة هم الدنيا. اتربيت على إن الستر في الجواز، وإن الراجل لو كويس يبقى نعمة حتى لو مش غني. مازن جوزي دخل حياتي وأنا عندي 27 سنة، ولما تقدم لي حسيت إن ربنا بيكافئ صبري بيه. في الخطوبة كان حنين ومهتم بيا دايما، وبرضه لما اتجوزنا كان دايما يقولي: تعرفي إن أنا بحب الأطفال أوي يا هالة، ونفسي ربنا يكرمنا بعيال كتير أوي. أقولك أنا عايز بنات شبهك وكمان الولاد، بس أنا كده هغير. أقولك خليهم بنات بس، أنا راضي والحمد لله. خير يا حبيبي إن شاء الله، اللي ربنا رايده هيكون. وبعدين لسه بدري قوي على الكلام ده، احنا لسه متجوزين من شهرين. وشهرين قليلين يا حبيبتي، وبعدين أنا راجل دخلت ال30، ونفسي أشوف عيالي وهم بيكبروا قصاد عيني. إن شاء الله يا حبيبي، بس قوم خد شاور على ما جهز الغدا، وقاعدة رايقة كده وفيلم جديد بس أكشن وهيعجبك موت. وقتها ضحك على كلامي ودخل الحمام. وعدت فترة كمان، ونهاية كل شهر كنت بعمل اختبار ويطلع سلبي، والضحك قل في البيت. وقتها بطل يعملني زي الأول، بدأت معاملة أهله تتغير وبقت أسوأ بكتير. وعدى عليا الوقت، ومرة كنت واقفة في المطبخ ودخلت عليا حماتي وبنتها ماجدة وقالت: بقولك ايه يا هالة، انا كنت بعتبرك زي بنتي، ما برضاش ازعلك ولا اتكلم معاكي علشان ما تحصلش خناقه بينك وبين ابني، لكن بما انك بقى مش فاهمه ولا عايزه مصلحه ابني، انا مش هسكت اكتر من كده. هو في ايه يا حماتي؟ انا عملت ايه زعلك او زعل مازن؟ قوليلي ايه اللي حصل، وانا ان شاء الله هصلح كل حاجه. انا اقولك في ايه يا حبيبتي، انتوا متجوزين لكم سنة ولسه ما خلفتوش، وحتى ما تعبتش نفسك تروحي مع مازل عشان تكشفي وتطمني وتشوفي ايه المشكلة. كل اللي طالع عليكي نوفر فلوس الكشف، حد قالك علينا بخلة ولا فقرة زي اهلك؟ احترمي نفسك يا ماجدة. هو بعدين انا مش قصدي حاجة والله من كل اللي انتوا فهمتوه ده، انا بس بقول نوفر علشان كنت عاملة تحليل قبل الجواز وكانت كل حاجة تمام، انما انا اكيد يعني مش همنع نفسي من المتابعة لو عندي اي مشكلة لا قدر الله. بقولك يا اختي، كل كلامك ده انا ماليش فيه، احنا نفسنا نشوف عيال اخونا اول ما يرجع من الشغل، تروحي معاه للدكتور علشان تطمنوا على نفسكم. وانا يا حبيبتي حجزت لكم عند اشطر دكتورة نساء، ولعل المانع عن الخلفة خير ان شاء الله. وما تزعليش من كلام ماجدة، احنا بس خايفين عليكم، ولو في حاجة لا قدر الله نلحق نعالجها. يلا بينا يا ماجدة، احنا كده عملنا اللي علينا. نزلت حماتي وبنتها من عندي، وانا كملت الغدا وانا خايفة من المستقبل، ونسيت ان كل ده مكتوب ومفيش مفر منه. رجع مازن من شغله واتغدينا وقلت له على ميعاد الدكتورة، ولما رحنا وعملنا كل التحاليل قالت لي كلمة كسرت ظهري: للأسف يا مدام، انت عندك مشكلة في الرحم، مستحيل تخلفي قبل ما تتعالجي، والعلاج طبعا هيطول، ممكن ياخد منكم وقت، اهم حاجة الصبر والنفسية كويسة علشان العلاج ينجح. استقبلنا الكلام بصدمة وألم، مشينا من عند الدكتورة لساعات احنا مش عارفين قد ايه، ومن غير ولا اي كلمة مشينا والحزن مغيم علينا. ووصلنا البيت وكل واحد دخل اوضته، وقعدنا اسبوع من غير كلام، لحد ما في يوم كنا قاعدين على الغداء وقطع الكلام وقال: انا قعدت افكر طول الفترة اللي فاتت دي،
وعارف إن الموضوع ده مش بإيدك. أنا بس ما كنتش قادرة أستوعب الموضوع الفترة اللي فاتت. هنمشي على العلاج زي ما الدكتورة قالت وإن شاء الله خير. أنا كنت خايفة يا مازن، خايفة إنك تقرر تسيبني. إن شاء الله هتعالج ونجيب دستة عيال. أنا عارفة إنك بتحب الأطفال ونفسك تخلف، وإن شاء الله ربنا يكبر بخاطرنا. بعدها عدت الشهور، وكل مرة هنعمل التحاليل بتطلع نفس النتيجة، وحياتي مع مازن أصبحت باردة. وفي مرة كنت قاعدة مع أهله، وقالت ماجدة بكل عصبية: بقول لك ايه يا هالة، روحي حضري لنا حاجة نشربها، وبعدها حضري لنا الغدا، أو حاجة تعمليها، بدل ما انتي قاعدة كده وملكيش أي لازمة، ولا ليكي في الخلفة ولا ليكي في حاجة. والله شكلك كنت عارفة ومقرطصانة، علشان كده كنت خايفة انك تكشفي وتعرفين حقيقتك. حقيقة ايه؟ هو انا عاملة وخايفة تعرفوها ولا ايه؟ وبعدين الخلفة والعيال دي حاجة كلها بإيد ربنا، ما نقدرش نعترض على حكمه. ولا انت بقى ليك اعتراض؟ ولا اخوك يا ستي هو اللي عنده المشكلة؟ ما كنتيش اتكلمتي، ولا الكلام عندي انا وبس. اخرسي قطع لسانك، اوعي تفولها على ابني مازن شخص سليم الحمد لله. وبعدين مش طبيعي يعني واحدة تكون اتجوزت وعدى عليها سنة من غير خلفة وما تقلقش، إلا بقى لو عارفة نفسها وإنها مش هتخلف وعندها عيب. أولا يا حماتي دي مشكلة ولها حل إن شاء الله، مش عيب يعني. ثانيا بقى أنا والله ما كنتش أعرف، وكذا مرة أقول لكم الكلام ده وإنتوا مش حابين تصدقوا، وبراحتكم بقى. ثالثا بقى والأهم، أنا كنت سايبة الموضوع لوقته المناسب، وآخد على جوزي وطبعه قبل ما شحطت نفسي بكم لحم وتحصل مشاكل. ما هو معنى كلامك ده يا مرات أخويا إنك مأجلة الخلفة بمزاجك مش غصب عنك. وبعدين لو خلفت وما تفهمتيش كنت هترجعيهم من تاني ولا إيه؟ وقتها بقى كان يحلها ألف حلال. أنا مش فاهمة انتوا معصبين نفسكم ليه؟ كل حاجة لها وقتها بتحصل فيه، والتأخير ده أكيد في حكمة من عند ربنا. بعدها سبتهم ودخلت المطبخ، ودخلت ورايا أخته الصغيرة اسمها هند، وقالت: ما تزعليش منهم يا هالة، هما بس نفسهم يفرحوا بعياله علشان هو الكبير، وعياله هيكونوا عيالنا كلنا. بيقولوا كلامهم ده من الزعل بس. تعالي يا ستي، أنا هساعدك في الأكل ونتكلم وننسى أي حاجة تانية. ربنا يهديهم ويصلح حالهم. أنا والله مقدرة حزنهم، لكن أنا كمان مش بإيدي أي حاجة. ربنا يكرمنا كلنا. يلا يا هندي يا حبيبتي نشوف اللي ورانا. عدى عليا أصعب أيام حياتي، وأنا بشوف منهم كل يوم ذل وإهانة إن أنا ما بخلفش، وهو طبعا مش داري بكل اللي بيحصل أو عارف ومطنش. ومن أصعب المواقف اللي عدت عليا من أهل مازن، لما الموقف اللي عمري ما هنساه مهما حصل، في وسط تجمع عائلي يوم الجمعة نزلت أساعد في المطبخ زي كل مرة، وفي نص الصالة وقفت ماجدة وقالت بخبث وبصوتها العالي: ايه يا هالة، ما بترتاحيش ليه يا حبيبتي؟ ولا هو التعب بقى قاعدة عندك بما انك فاضية؟ اصل الست اللي ما عندهاش عيال وقتها كله فاضي، لا حمل ولا مسؤولية. بصراحة كده انا مش فاهمة، اخويا مستحمل لكل الوقت ده من غير عيال، مع انه متأكد وعارف كويس قوي انك معيوبة. انا مش معيوبة يا ماجدة، هو الارزاق كلها بايد ربنا. انا بس عندي مشكلة وبتعالج منها، وربنا قادر. لو سمحتي ما تتكلميش عني بالطريقة دي تاني. خلاص يا ماجدة، خلاص يا هالة، صلوا على النبي كده. احنا ما بنصدق نتجمع في الاجازة علشان نقضي اليوم سوا من غير اي مشاكل. وانا كنت بقول ايه يعني غير الحقيقة؟ ولا الحقيقة دلوقتي بتوجع، ولا انا بقى اللي خليتها عقيمة؟ حاجة تغم. قلتلك يا ماجدة ما تقوليش عقيمة، انا ان شاء الله هتعالج وفجأة ضربتني على وشي بالقلم قدام كل اللي قاعدين، وقالت: إياك تعلي صوتك مرة تانية، انت فاهمة؟ وطالما انت مش هتعرفي تجيبي عيال لأخويا يبقى ملكيش لازمة، يبقى تدخلي المطبخ تشوفي طلباتنا، ما تطلعيش غير لما نخلص الأكل بلا هم. كنت واقفة وبتمنى الأرض تنشق وتبلعني، لكن فجأة وأنا ماسكة موبايلي لمحت رسالة جاتلي من الدكتورة. ما حبيتش أكشف محتواها للكل، لكن طلعت على شقتي بدون كلام. وعدت الأيام لحد ما في يوم رجع مازن يعاملني بحنية زي الأول، والصدمة لما صحي الصبح وقف يسرح شعره بكل برود وهو بيقولي: انت عقيمة دلوقتي يا هالة، وتأكدنا من الكلام ده عند كذا دكتور، يعني انت مش ست كاملة.
أنا بقى نفسي في العيال. ما تزعلش يا حبيبتي من الحقيقة، لكن أنا هتجوز ست كاملة تجيب لي العيال اللي أنا نفسي فيها، وهدور عليها من النهاردة. في واحدة والدتي جابتها لي كويسة وهروح أشوفها. بس انت ايه؟ مفيش في قلبك رحمة؟ كنت فاكرة ان اقسى حاجة ممكن اسمعها في حياتي هي اني ما بخلفش، بس طلعت غلطانة. لان بكلامك ده دبحتني بدم بارد. حرام عليك، طلعتني سابع سما ورمتني من فوق علشان اقعد اتكسر مليون حتة. احنا صحيح ما اتجوزناش على قصة حب، لكن في بينا مودة ورحمة، ومش حرام لما اتجوز عليكي. الشرع محلل 4، ولا انا بقى في يوم ظلمتك ولا جيت عليكي، لا انا ولا اهلي، مع انهم نفسهم يشيلوا عيالي. طيب قول كلام غير ده ممكن اصدق، مودة ورحمة. هو بكلامك ده ولا طريقتك الباردة معايا دي؟ واخواتك دول بلسم يا استاذ مازن، مش بيعملوا حاجة غير انهم يهينوني ويجرحوني كل شوية ويشغلوني عندهم. حتى مامتك الست الكبيرة العاقلة ما اعترضتش على معاملتهم. ما فيش غير هند اللي بيتعاملني كويس في البيت كله، وحرم اخواتك ما سلمتش منهم. طبعا ما هم شايفيني مرمطون. انت بتقولي ايه؟ انا والله ما اعرفش حاجة من كل ده. وليه ما قلتليش الكلام ده من بدري وحكيتيلي على كل اللي حصل؟ على اخر الزمن مراتي تتهان وانا عايش؟ وقتها نزل من الشقة ونزلت وراه، وكان بيخبط جامد على باب حماتي، وطلعت وقالت: خير يا ابني، ايه اللي حصل لكل الخبط ده؟ انا فكرت البيت بيقع بينا، ما انت معاك مفتاح، ما دخلتش على طول ليه؟ انا لما عرفتك يا امي مشكلة مراتي انت واخواتي كانت علشان تحسنوا من نفسيتها وتشجعوها على العلاج، مش علشان تحطموها وتنوها بالكلام والافعال. انا ما موتش علشان تهين مراتي، وطول ما انا عايش ما حدش يجي عليها ولو بكلمة واحدة. هي قلبتك علينا الست هانم؟ مش تحمد ربنا انها معيوبة ولسه على ذمتك؟ لا، وكمان بتقلبك علينا على قوي. انا هعرف اربيها من الاول. بعد اذنك يا امي، هلا لو ما كانتش متربية ما كنتش جيتي معايا وخطبناها من الاول. ثم اني كنت مفكر انك هتصوني مراتي في غيابي، ما كنتش اعرف اني لازم احميها منك. بقى هي دي الامانة يا امي. وانا اللي كان نفسي تتحسن، لكن هتتحسن ازاي ونفسيتها زي الزفت؟ خلاص يا مازن ما تعملش مشاكل، بالله عليك انا مسامحاهم وان شاء الله هتحسن. عاملة فيها بريئة واحنا هنا ديابة وبناكلك، وبعدين مال العلاج ومال النفسية، هي مالها في ايه؟ ولو فيها امل كان زمانها جاب نتيجة، بلا حجج فارغة. وانا صاحية من النوم فاكرة انك بتزعق على خبر حلو، طلعت غلطانة. اللي يشوفها ما يشوفش حلو ابدا. ما كنتش اتوقع منكم كده بصراحة. بقى دي امي واختي الكبار العاقلين يعملوا كده في بنت لا حول لها ولا قوة؟ ثم انت مش خايفة على بناتك يتردي فيهم يا امي؟ ونروح بعيد ليه؟ ما هي ماجدة قاعدة هنا لنفس السبب. مش جوزك سايبك بقاله 3 سنين علشان الخلفة برضو، ولا انا غلطان؟ انت بتعايرني يا اخويا؟ مش بايدي ان انا ما بخلفش، انا غصب عني التأخير، لكن انا ما فيهاش عيب. انا مش بعايرك يا ماجدة، بس اللي خلاه غصب عنك يا اختي مش هو اللي خلاه غصب عن مراتي برضو. راجعوا نفسكم مرة تانية وشوفوا اللي حصل ده صح ولا غلط. يلا يا هالة. استنى يا ابني، وهتعمل ايه في موضوع الجواز اللي كلمتك عنه؟ انا اتفقت مع اهل البنت اللي هتتجوزها. اتجوزها انت يا امي، يلا يا هالة. بعدها طلعت معاه وخلاني ألم شوية هدوم من غير ما أفهم في إيه، وسافرنا المكان اللي قضينا فيه شهر العسل، وهناك قضيت أحلى أسبوع في حياتي، ونسينا كل اللي حصل آخر فترة. وقبل ما نروح لقيت الدنيا اسودت في وشي، وصحيت وأنا في المستشفى ولقيت مازن جنبي. مازن، إيه اللي حصل؟ أنا أغمى عليا ليه؟ إحنا فين؟ إن شاء الله خير يا حبيبتي، دلوقتي بس يجي الدكتور ويطمنا. ما تعرفيش أنا كنت قلقان عليك إزاي. وما فيش كام دقيقة ودخل الدكتور وقال: ألف سلامة عليك يا مدام، وحمد لله على السلامة، وألف مبروك. إيه كل ده يا دكتور؟ أنا مش فاهمة حاجة، وألف مبروك على إيه؟ بالله عليك اتكلم بوضوح علشان أنا مش فاهمة حاجة خالص. ألف سلامة على الشفاء، وحمد لله على السلامة إنك قمت بخير، وألف مبروك بقى لأنك حامل. أنا اطلعت على التحاليل وعرفت إنك كنت بتعاني من مشاكل في الرحم، وظهر إنها اتحلت ولو بجزء بسيط. لا بالله عليك يا دكتور، مش هنستحمل خيبة أمل تانية. احنا داخلين على 2 ماشيين في العلاج ومفيش أي جديد. احنا مش عايزين نتعلق بأشياء،
وبعدين تاخدنا ونغرق. بقولك مبروك يا مدام، أكيد مش هديكي خبر زي ده من غير ما أتأكد منه مرة واتنين وتلاتة. ما تقلقيش، انت فعلا حامل، واحتمال كمان توأم. احنا استنيناكي تصحي علشان نعمل سونار. بجد يا دكتور؟ أخيرا يا حبيبتي، الحمد لله، ربنا جبر بخاطرنا. أنا مش عايزك تبذلي أي مجهود خالص، وهشيلك جوا عينيا. فعلا يا مازن، الدكتورة اللي كنت بتابع معاها بعتت لي رسالة يوم أختك ضربتني، ومن آخر تحاليل عملتها قالت إن في أمل إن شاء الله في العلاج، وإني ممكن أخلف. ربنا يتمم بخير. لازم لها عناية فعلا وراحة تامة، وهكتب لها على شوية أدوية تمشي عليها لحد لما ترجعوا الدكتورة اللي متابعين معاها. وحمد لله على السلامة مرة تانية. مشي الدكتور من عندنا ومازن كان طاير من الفرحة ومش عايزني أتعب نفسي. وجت دكتورة نساء مع الممرضة وعملنا سونار، وفرحتنا لا توصف، واحنا شايفين كيسين مش كيس واحد. ورجعنا البيت وفرحنا العيلة كلها، وعلى العكس المتوقع كلهم فرحوا ليا. مفيش غير ماجدة اللي حسيتها متضايقة. وفي يوم كانت قاعدة قدام التلفزيون، قعدت جنبها وقلت لها: ازيك يا ماجدة، عاملة ايه النهاردة؟ انا جاي دلوقتي واتكلم معاكي علشان نتصافى. نتصافى من ايه ان شاء الله؟ انت شايفة ان في حاجة من ناحيتك؟ انت كنت زعلانة علشان ما كنتش حامل، وانت عايزة تفرحي بعيال اخوكي. اهو يا ستي، ربنا اكرمنا وانا حامل دلوقتي. انت بقى زعلانة ليه؟ هو انا زعلتك في حاجة؟ على الرغم ان انت اللي كنت جاية عليا. والله يا هالة حقك عليا، بس بعد كل اللي عملته معاكي مهتمة ان كنت زعلانة ولا لا. وبعدين الحمل ده ليكي انت واخويا، انا ماليش علاقة بيه. ما هو من لما كسر بخاطري بسببك وذلني، ودلوقتي ما بيكلمنيش من اخر خناقة. انا والله ماليش دخل بكلامه معاكي. اي نعم انا زعلانة منكم، لكن انا مرضنيش ان اعمل فجوة بينكم انتوا الاتنين. ربنا يحاسبني على كده، وان شاء الله تتصالحوا يا ستي. مشيت من قدامها، وبعد كام يوم كلمت مازن بعد الغداء وقعدت معاه وقلت له: بص يا مازن، انا ما كنتش بقولك اي حاجة بتحصل ما بيني وبين اخواتك ومامتك كمان، علشان احنا عيلة واحدة. ما كنتش حابة المشاكل تكبر ما بيننا، ولما اتكلمت فده علشان كنت تعبانة منهم. لكن انا ما كنتش اتمنى انك تزعل اختك وتكسرها بالطريقة دي. ممكن بعد اذنك تصالحها؟ انا يعلم ربنا، انا ما كنتش اعرف عن كل اللي حصل معاكي خلاص يا مازن يا حبيبي، اللي حصل حصل، وانا دلوقتي مسامحاهم، وكمان ربنا اكرمنا والحمد لله. انزل صالح اختك ومامتك، وخلونا كلنا نبدأ صفحة جديدة، ورمضان داخل علينا كده. وفعلا نزل واعتذر لمامته واخته، وكمان اعتذروا لي والحمد لله. قولوا لي بقى لو كنتوا مكاني هتعملوا ايه؟ في ناس احتمال كبير كانت انفصلت من اول مشكلة، وناس كمان انفصلت من المواقف اللي حصلت ما بيني وبين اخوات جوزي وحماتي كمان. لكن امي دايما علمتني ان خراب البيت دايما مش سهل، وان الصبر مفتاح الفرج. هو ربنا جبر بخاطري واكرمني وبقيت حامل في 2 توأم، ودعولي ربنا يتمم ولادتي على خير.